السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. بعد سحب قرعة كأس العالم 2026 لل 12 مجموعة في النسخة الأولى من كأس العالم اللي بيشارك فيها 48 منتخب، واللي تم تقسيمهم على 12 مجموعة، كل مجموعة فيها 4 منتخبات هيتأهل لدور ال 32 أول وتاني كل مجموعة، بجانب أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث، واللي من المنتظر بداية كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو شهر 6 إن شاء الله 2026. بينما دور ال 32 هيكون من 28 يونيو ل 3 يوليو شهر 7، بينما دور ال 16 من 4 يوليو ل 7 يوليو، وربع النهائي من 9 يوليو ل 11 يوليو، بينما نصف النهائي 14 و 15 يوليو، ومباراة المركز الثالث يوم 18، على أن يكون النهائي إن شاء الله يوم 19 يوليو. واللي من المنتظر نشوف مواجهات قوية للمنتخبات العربية بداية من دور المجموعات، واللي نتمنى إن شاء الله تأهل أكبر عدد ممكن من المنتخبات العربية لدور ال 32 كبداية على الأقل. فخلونا نشوف سريعا جدول مباريات كأس العالم 2026 لدور المجموعات. فخلونا نبدأ بسم الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بداية كأس العالم 11/6 إن شاء الله، واللي من المنتظر يشهد مباراتين من المجموعة الأولى، بينما التاني أيام كأس العالم هيشهد برضو مباراتين، مباراة من المجموعة التانية ومباراة من المجموعة الرابعة. بينما بداية من السبت 13/6 هيكون في 4 مباريات، واللي هيكون أول ظهور عربي للمنتخبات العربية، سواء للمنتخب القطري قدام سويسرا أو المنتخب المغربي قدام البرازيل. ثم يوم الأحد 14/6 والمنتخب التونسي هيفتتح أول مواجهاته. الاثنين 15/6 مواجهات قوية للمنتخب السعودي وكذلك المنتخب المصري، في حين ان الثلاث هيكون في برضه تواجد عربي. المنتخب الجزائري هيكون على موعد مع مواجهة قوية جدا مع الأرجنتين، والمنتخب الأردني هيواجه النمسا، وممكن يكون في تواجد عربي برضه إن شاء الله في حال تأهل المنتخب العراقي من الملحق العالمي، هيكون في مواجهة النرويج. في حين مواجهات يوم الأربع 17/6 ما فيهاش منتخبات عربية، وده هيكون آخر أيام مباريات الجولة الأولى، على أن تنطلق مواجهات الجولة الثانية يوم الخميس 18/6، واللي هيشهد 4 مباريات. ثم الجمعة 19/6 برضو مواجهات الجولة الثانية، وكذلك السبت 20/6 والأحد 21/6 والاثنين 22/6، على أن يكون الثلاث 23/6 آخر مباريات الجولة الثانية. وتنطلق الأربعاء 24/6 مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة، واللي بناء عليها هيتحدد المتأهلين لدور ال 32 من كل مجموعة، واللي هيكون فيه 6 مواجهات كل يوم بداية من الأربع وكذلك الخميس والجمعة، على أن يكون السبت 27/6 آخر أيام مباريات الجولة الثالثة وآخر أيام دور المجموعات، واللي على أساسها هيتم حسم المتأهلين لدور ال 32، واللي نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للمنتخبات العربية. قولوا لي في التعليقات هل تفتكروا مفاجآت من المنتخبات العربية في النسخة ديت من كأس العالم، ومين يتأهل لدور ال 32؟ مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.